أعزائي طلاب الصف السادس الإعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. كل عام وأنتم بخير. هنبدأ نكمل مع بعض الدرس الثاني اللي بيتكلم عن مصر والقضية الفلسطينية. بس ما تنسوش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وأي حاجة محتاجة تقدر تتواصل معنا في التعليقات. نبدأ كده نكمل مع بعض ونقول بسم الله مع مستر جبريل. الدرس كنا وقفنا عند مصر في درس مصر والقضية الفلسطينية عن العدوان الثلاثي على مصر. طيب العدوان الثلاثي على مصر يبقى فيه 3 دول، كان سنة كام؟ 1956. طيب أول نقطة هنتكلم في العدوان إيه الأسباب؟ أول حاجة إن مصر عقدت صفقة أسلحة مع الاتحاد السوفيتي، عشان الاتحاد السوفيتي اللي هي روسيا سابقا تزود مصر بالأسلحة. طيب عشان تواجه مع إسرائيل، فده خلى الشعب أو خلى إسرائيل تقوم بالحرب أو تشترك في الحرب مع إنجلترا وفرنسا في العدوان الثلاثي. طيب ده بالنسبة لإسرائيل سبب دخولها الحرب. مين بعديها؟ طيب مصر هتساعد حركات التحرر الوطني في الجزائر. طيب ضد مين؟ الاستعمار الفرنسي، عشان كده فرنسا هتشترك في الحروب او في العدوان الثلاثي مع اسرائيل. طيب رقم 3 مصر هتأمم شركة قناة السويس عام 1956. ومين اللي كان مستفيد من القناة دي بعد ما اصبحت ملك لمصر؟ مين اللي كان مستفيد منها الاول؟ ساعة كانت مصر تحت الاحتلال الانجليزي تبقى انجلترا، تبقى عندي انجلترا وعندي ايه؟ فرنسا وعندي اسرائيل. الثلاثة هيحاربوا مين؟ هيحاربوا مصر فيما سمي بالعدوان الثلاثي على مصر. يا ترى العدوان ينجح ولا يفشل؟ أن يفشل العدوان. طب ايه اسباب فشل العدوان الثلاثي؟ عندي بسبب المقاومة الباسلة من الشعب والجيش. رقم 1 المصري وصلابة القيادة. طيب اثنين وقوف الشعوب العربية إلى جانب مصر. الدول العربية كلها كانت مع مصر ضد العدوان الثلاثي على مصر. طيب رقم ثلاثة عندي احنا كده اتكلمنا عن كم نقطة؟ 2. تمام؟ وقلنا وقوف الشعوب العربية والمقاومة الباسلة، وعشان كده فشل العدوان. طيب خلينا نكمل كده. رقم 4 اللي احنا بنتكلم عنها تهديد الاتحاد السوفيتي سابقا بالتدخل ووقف العدوان. الاتحاد السوفيتي اللي هي روسيا سابقا هددت الدول المعتديه اللي هي مين يا استاذ؟ اللي هي انجلترا وفرنسا واسرائيل. طيب بعد كده رفض الدول العربيه، رفض الولايات المتحده ماشي استخدام القوه في حل المنازعات. وبعدين تنديد الامم المتحده بالعدوان. عادي في موقف عربي وقف مع مصر، في موقف دولي زي الولايات المتحده زي الامم المتحده وزي الاتحاد السوفيتي. ده كله يكون من اسباب فشل العدوان الثلاثي على مصر. نتائج فشل العدوان الثلاثي على مصر. ما النتائج المترتبه على فشل العدوان الثلاثي؟ هنلاقي انسحبت القوات الانجليزيه والفرنسيه من بورسعيد. تمام؟ طيب 23 ديسمبر 1956، وده بنعتبر عيد ايه؟ للنصر، عيد سنوي لمدينه بورسعيد. العيد السنوي امتى لبورسعيد؟ 23 ديسمبر 1956. طيب انسحبت القوات الامريكيه. لا هنا القوات طبعا ايه؟ أولا دي قوات الإسرائيلية. انسحبت إسرائيل من قطاع غزة وسيناء أوائل 1957. طيب هنلاقي ساندت مصر حركات قلناها، قلنا تأميم شبكة قناة السويس اللي اتكلمنا فيها. وبعد كده اتكلمنا تم وضع قوات طوارئ دولية بين مصر وإسرائيل عام 1957. أدركت الدول العربية بالنتائج برضه، أدركت الدول العربية خطورة الأطماع الإسرائيلية في السيطرة على العالم العربي في قامة الوحدة بين مصر وسوريا سنة 1958 ل 1967.
1961. العدوان الإسرائيلي 5 يونيو 1967 بنسميها نكسة 1967 وبنسميها هزيمة 1967. طيب الأول هنتكلم عن إيه؟ بص يا سيدي، نبدأ كده نقول قامت إسرائيل بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية بالإعداد والتهيئة والتخطيط للعدوان، خاصة بعد فشل العدوان الثلاثي على مصر. طيب تعال نشوف كده إسرائيل هتعمل إيه بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية. إيه هي أسباب العدوان؟ رغبة إسرائيل في القضاء على قوة مصر واستدراك الدول العربية لحرب غير مستعدة لها. طيب لما حصلت كده ايه اللي حصل؟ قامت بحشد مين؟ اسرائيل قامت بحشد قوات على الحدود مع سوريا. طيب ما النتيجه المترتبه ان لما اسرائيل حشدت قواتها على الحدود مع سوريا؟ يا ترى ايه النتيجه المترتبه على ذلك؟ اول حاجه قامت مصر بما يلي. خلينا كده نشوف مصر هتعمل ايه علشان اسرائيل حشدت قواتها على الحدود السوريه. قامت مصر بارسال قواتها الى سيناء. طب ليه بعتتها لسيناء؟ ليه بعتتها لسيناء؟ واعلنت الكفاء لجانب سوريا. ليه؟ طبقا لاتفاقيه الدفاع المشترك بين مصر وسوريا اللي وقعت امتى؟ 1958. طيب بعديها ايه اللي هيحصل؟ ارسال القوات المصريه على عجل الى شبه جزيره سيناء. القوات المصريه بعتت ايه؟ قوات الى شبه جزيره سيناء وقامت باغلاق خليج العقبه. اغلقت خليج ايه؟ العقبه. في اغلاق خليج العقبه قلنا الاحكام الحصار الاقتصادي على اسرائيل. طيب تبقى قامت مصر باغلاق خليج ايه؟ العقبه. قلنا ليه اغلاق خليج العقبه؟ طبعا 1957 لاحكام الحصار الاقتصادي اللي بيفرضه العرب على اسرائيل. طيب خلينا نكمل كده مع بعض. بطالة قوات الطوارئ الدولية الموجودة على الحدود مع إسرائيل منذ عام 1957 بالانسحاب من بعض النقاط. تبدأ مصر تطالب من قوات الطوارئ الموجودة بينها وبين إسرائيل إن هي تنسحب من بعض النقاط برغم المساعي التي بذلت لمعالجة الموقف الملتهب، إلى أن إسرائيل قامت بغارات جوية مفاجئة هجمت على المطارات المصرية في صباح 5 يوليو 1967 فبدأت الحرب بين إسرائيل ومصر وسوريا. النتائج المترتبة على عدوان 1967: استولت إسرائيل على قطاع غزة والقدس العربية والضفة الغربية لنهر الأردن بفلسطين. إذا استولت إسرائيل على كل فلسطين. مش كده وبس، استولت خدت منا احنا كمصريين سيناء حتى الضفة الشرقية لقناة السويس، وبعدين خدت من سوريا هضبة الجولان في سوريا. طيب ايه اسباب هزيمه الجيوش العربيه في حرب يونيو 1967؟ واحد، تفوق اسرائيل العسكري خاصه صلاح السلاح الجوي. اثنين، استخدام اسرائيل عنصر المفاجاه في ضرب المطارات المصريه بعد تصوير المواقع المصريه باجهزه تجسس امريكيه حديثه. طيب عندي مساندة الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية لإسرائيل عسكريا واقتصاديا وسياسيا. أربعة، نقص التدريب وعدم توفر الأسلحة للقوات المصرية. طيب قرار مجلس الأمن رقم 242 أو عندي طبعا هو في نوفمبر 1967 ينص على انهاء حرب الحرب بين اسرائيل والعرب. تمام. احترام سياده دول المنطقه على ارضيها. رقم اثنين، انسحاب اسرائيل من الاراضي التي احتلتها عام 1967. بعدها حريه الملاحه في الممرات الدوليه. وبعدين خمسه، انشاء مناطق منزوعه السلاح. وبعدين هنلاقي مصر قبلت قرار مجلس الامن رقم 242 بينما رفضت اسرائيل وامتنعت عن التنفيذ ولم تنسحب بالاراضي التي احتلتها.
يا ترى ايه اللي هيحصل لما مصر وافقت على القرار واسرائيل رفضت القرار او قرار مجلس الامن رقم 242؟ عندي افكر مصر في اعاده بناء القوات المسلحه المصريه بعد هزيمه حرب يوليو 1967. طيب هتعيد بناء القوات المسلحه على اسس جديده. مرت عمليه البناء بمرحلتين، وهما المرحلتين يا مستر. المرحله الاولى مرحله الصمود والتصدي، فيها هنتكلم عن حاجتين اتنين: معركه راس العش، ازاي القوات المصريه هزمت القوات الاسرائيليه عند منطقه راس العش ومنعتها من عندما ارادت اسرائيل احتلال مدينه بور فؤاد. طيب ودي شكل من اشكال الحرب اللي حصلت في ذلك الوقت. اثنين، تدمير مدمره البحريه الاسرائيليه ايلان. طيب يجي لي في الامتحان: تم تدمير مدمره اسرائيليه ايلان بصواريخ البحريه المصريه. طب لو جاني بالمدفعيه اقول له غلط، صواريخ البحريه المصريه في اكتوبر 1967، وده شكل المدمره الاسرائيليه ايلان. طيب بعديها المرحله الثانيه اللي هي حرب الاستنزاف. امتدت هذه الحرب بين 1969 ل 1970. طيب نجحت مصر في بناء حائط الصواريخ على الضفه الغربيه للقناه لمنع اختراق الطائرات الاسرائيليه الاجواء المصريه. طيب تبقى عملنا حائط صواريخ، ادي اول نقطه. طيب بعدها اللي حصل يا مصر: واصلت المدفعيه المصريه القصف المستمر لخط بارليف وتحصيناته على طول خط القناه، مما ادى الى تدخل الولايات المتحده، وقدم وزير خارجيتها مبادره تسمى مبادره روجرز لوقف اطلاق النار والتمهيد لحل النزاع سلميا. طيب ما المقصود بحرب الاستنزاف؟ يقصد به استنزاف طاقات العدو الاسرائيلي في سيناء. خلينا كده نتكلم عن ابطال حرب الاستنزاف. استشهد في هذه حرب الاستنزاف الفريق الاول عبد المنعم رياض. فريق دي رتبه عسكريه. طيب الراجل ده اللي هو الفريق عبد المنعم رياض تولى رئاسه اركان حرب القوات المسلحه، واعتمد عليه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في اعاده بناء وتنظيم القوات المسلحه المصريه بصوره ليه. طيب عندنا معلومه اسرائيليه، وطبعا عبد المنعم رياض من اشهر العسكريين اللي شارك في كثير من الحروب. طيب احوال مصر اثناء حرب الاستنزاف اللي بنتكلم عنها: توفى جمال عبد الناصر عام 1970 بعد مرحله طويله من الكفاح لتحقيق حلم الاستقلال والتقدم للامه. طب توفى رئيس جمال عبد الناصر، مين اللي هيمسك بعدين؟ محمد انور السادات. يجي بعد جمال عبد الناصر وبدات مصر مرحله جديده من المواجهة في حرب أكتوبر 1973. عند النقطة دي نكون نقف ونقدر نقول السلام عليكم ورحمة الله